رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين هراك سعيد. بنستقبل ضيف جديد وفقرة جديدة النهاردة في يومنا، وخلينا نتكلم بقى عن مهرجان أوسكار ايجيبت السينمائي. دلوقتي بتتم الاستعدادات للدورة ال 13 من مهرجان أوسكار ايجيبت السينمائي. في الدورة الماضية كانت مهداة للفنان عثمان محمد علي، أما الدورة هذا العام هتكون مهداة للفنان والمصور الفوتوغرافي عادل مبارز. عن الاستعدادات بقى طبعا للدورة وأهميتها والمحتوى بتاعها السنة دي والمكرمين والأفلام المشاركة، هنتكلم عن كل حاجة تخص المهرجان ده مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، الأستاذ عادل عمار، مدير ومؤسس مهرجان أوسكار ايجيبت السينمائي. أهلا بيك يا أستاذ عادل. أهلا وسهلا بيك يا فندم، وسعيد بتواجدي معاكي. أهلا بيك، نورتنا. وطبعا بنبارك لك على الدورة الجديدة ال 13 للمهرجان، ومهرجان ناجح جدا. واحنا دايما بنقدر المهرجانات اللي بتبقى مهتمة انها كل سنة تكون موجودة ودايما بتحقق نجاحات، ودايما بتكون عند وعودها ان هي تكون حاجة كده زي رمز، ما يبقاش في اخفاقات سنة او سنة لا. فده طبعا مجهود يشكر يعني. لو هو كمان كل دورة من الدورات انت بتكتسبي خبرات وبتكتسبي امتيازات، والمهرجان بيبقى له قاعدة جماهيرية كبيرة. وانا بحاول بقدر الامكان في كل دورة من الدورات ان انا اتعلم من اخطائي، والحمد لله المهرجان ماشي بشكل كويس وبشكل منتظم. والمهرجان لما اتبنى على 3 أهداف رئيسية: تكريم الرواد الراحلين بحياتنا، او الرواد اللي ليهم مكانه متميزه زي الدوره دي مثلا، واحنا بنكرم المصور الصحفي القدير الاستاذ عادل مبارز. والله حاجه يعني هي مفاجاه جدا، واحنا سعداء قوي انه القيتوا الضوء على رمز مهم جدا في مجاله، له قيمه كبيره جدا. بصمته العدسه بتاعته صورت يعني شخصيات مهمه جدا، سواء سياسيين او رؤساء او فنانين. فهو راجل يعني مهم جدا في المجال بتاعه، مهم. والكادر بتاعه كمان، الراجل ده كان بيشتغل في يعني احنا دلوقتي زمن الديجيتال. الراجل ده كان عينيه بسم الله ما شاء الله بيطلع الكادر. صورته اساسا يعني اللي بيشوفها بيعرف ان دي امضاء عادل مبارز. له تاريخ كبير جدا يستحق ان احنا نكرمه مرات ومرات ومرات. طبعا. فباذن الرحمن انا حاسس ان انا هعمل دوره كويسه جدا. وانا شخصيا لما بحب شخص، وانا بحب عادل مبارز قوي، كلنا بنحبه لان هو اساسا على المستوى الشخصي والانساني هو جداً. رجل محترم ومتعاون ويعني وجدع وكل حاجه. احنا بنعمل له فيلم تسجيلي، المهرجان بيعمله له. في نجوم كبار جدا من اللي هو اتعامل معاهم، زي نجمتنا الكبيره نبيله عبيد، لبلبه، منال سلامه، دنيا عبد العزيز، مدير التصوير محسن احمد. كل الناس دي بتشيد في الفيلم ده بالتاريخ والمشوار الكبير اللي هم اشتغلوه مع الاستاذ عادل مبارز. وانا بعتقد ان هذا الفيلم باذن تعالى هيبقى اضافه للمهرجان عندي. تكريم عادل مبارز اضافه ليا واضافه للمهرجان بتاعي، انا بفتخر بيه طبعا. وان شاء الرحمن يعني عندي احساس ان انا هعمل دوره كويسه باذن الله. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. ومعانا دلوقتي صوره للفنان، ده بانر، ده البانر للفنان المصور الفوتوغرافي الاستاذ عادل مبارز. يعني الحقيقه شخصيه تحترم، تاريخه ومشواره يحترم جدا، لان هو فعلا عدسته يعني بتعرفها، بتقدر تميزها كده من كل العدسات الاخرى. وطبعا فكره ان هو تعامل مع شخصيات مهمه جدا وقربه ليهم طبعاً. فهو عنده كمان قصص ويعني حكايات مهمه قوي جدا. اللي خلينا نتكلم طيب عن الدوره والاستعدادات السنه دي، ايه الجديد وايه اللي هيتضاف للدوره ال 13 ما كانش موجود في الدورات اللي فاتت؟ احنا في ختام الدوره ال 13 عندنا طبعا الفيلم اللي هنفتتح بيه باذن الله تعالى، فيلم التسجيلي عن الاستاذ عادل مبارز، زائد معانا فيلم من دوله العراق بطوله ركيان الوادي، وده فيلم نجمه عراقيه كبيره جدا. ان شاء الرحمن هنختتم بيه الدوره وتوزيع الجوائز وتكريم نجوم كبار باذن الله تعالى معانا في الدوره. احنا كمان بنهتم بتكريم القوى الناعمه في المجتمع،
تمام. يعني لو لقيت خبيره تجميل متميزه مثلا شفتها كانت اسماء عيد، دي من اسكندريه، شايفه انها حد متميز بكرمها. بشوف مصور فوتوغرافي زي حسن نصاوي بكرمه. بشوف مخرج مسرحي متميز زي الاستاذ جمال عبد الناصر بكرمه. بشوف كاتبه زي الاستاذه هاله جبر بكرمها. القصد من الحكايه ان مش بس المتخصصين في صناعه السينما، لا، كل القوى الناعمه اللي في المجتمع اللي تستحق التكريم احنا بنلقي الضوء عليها. والله ده شيء يعني جميل جدا ويحترم، واكيد بيدي للمهرجان مصداقيه، انه فكره ان انتوا بترصدوا مش بس الاسماء اللامعه والمعروفه ولكن الناس اللي تستحق فعلا التكريم. طيب لو حضرتك بتتكلم عن الفنانين المكرمين، ممكن تدينا نبذه كده عن الفنانين اللي مكرمين في الدوره ال 13؟ باذن الرحمن النجمه الجميله لبلبه، دنيا عبد العزيز، منال سلامه، النجم القدير حلمي فوده، محسن محي الدين، الشيف شربيني، تقريبا بس يعني انتوا بتختاروا المكرمين مش بس على اساس قاعدتهم الجماهيريه ولكن الجوده بالزبط. في اللي بيقدموه هو يكون متميز في مهنته. كمان احنا المهرجان بتاعنا صوره الفنانه الجميله والرائعه لبلبه والمخرج شبانه، طبعا مخرجنا الجميل طبعا ورئيس قناه نايل لايف الاستاذ خالد شبانه. ايوه وحضرتك تمام. الصورة دي كانت فين بقى وانتوا بتحضروا للمهرجان؟ واحنا بنحضر للفيلم التسجيلي، فكانت جايه هي بتشارك بكلمه عن مشوارها وتاريخها مع الاستاذ عادل مبارز. وبصراحه يعني انا كل ما بسمع النجوم وهم بيتكلموا عن ذكرياتهم مع عادل مبارز، طبعا مع حفظ الالقاب، انا ببقى فخور وسعيد جدا ان انا هكرم الشخصيه العظيمه دي عندي في المهرجان. اصل هو الفكره انه انت ممكن تبقى يعني هنتكلم طبعا، بس خلينا نشوف الصور الاول معانا. طبعا معاك الفنان ابو الليف. ايوه. ده كان في الدوره اللي فاتت؟ لا، كان في الدوره التاسعه. الدوره التاسعه. طبعا يعني قدم محتوى كده واغاني لذيذه حلمي فنان قدير وصديق عزيز، انا بحبه وبحترمه قوي، وهو داعم قوي للمهرجان بتاعي. تمام. والصوره اللي جايه دي الفنانه عايده رياض، الاستاذه سهير المرشدي، الاستاذ هاني مهنا، والاستاذه والنجمه عايده رياض. الفنان انا لله الحمد المهرجان عندي جاله نجوم كبير جدا. ده حلمي عبد الباقي، فنان جميل قوي قوي، وعنده حضور وداعم للشباب. طبعا الفنان القدير فاروق فلوكس طبعا. كانت الدوره مهداه لحسن مصطفى. شايفين ورا في الخلفيه الفنان حسن راحل حسن مصطفى، استاذه نهال عنبر. ده كانت الدوره الاولى. دي كانت الدوره الاولى. حلو قوي قوي. ده كان طبعا في اسكندريه؟ لا، في القاهرة. في القاهرة. برجع اتكلم مع حضرتك عن كنا بنتكلم عن الصور اللي معانا، وعرضنا مجموعة من الفنانين اللي كانوا مشاركين في المهرجان. وبما ان احنا كمان اتكلمنا عن الشخص اللي مهداه للدورة ال 13، وهو الفنان والمصور الفوتوغرافي الاستاذ عادل مبارز، فهو معانا دلوقتي على التليفون. معانا المصور الفوتوغرافي الفنان والاستاذ عادل مبارز. الو يا ساره، صباح الفل. الاول استاذ عادل، حضرتك منور الدنيا والف الف مبروك يا رب. وحضرتك تشرف في اي مكان تكون موجود فيه. ربنا يخليك يا استاذه ساره، ربنا يكرمك. لو قعدنا نتكلم عن مشوار حضرتك وعن العدسه بتاعت حضرتك اللي وثقت فنانين ومشاهير وسياسيين، وعلى المستوى الإنساني تقربك ليهم، يعني حقيقي كل حقبة كده من الزمن بيجي فيها مصور بيبقى هو بصمة الوقت ده، فيعني حضرتك الأول في الحقبة دي. ربنا يخليكي. في أساتذة كتير جدا 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 سبقوني طبعا وتعلمت منهم ولهم أفضال كتير عليا الصراحة. يعني الأول يا أستاذة سارة، اسمحي لي أنا أسأل حضرتك سؤالين. اتفضل يا فندم. هو الأستاذ زوج حضرتك ليه مختفي عننا خالص كده؟ الأستاذ أحمد العطار، الفنان الكبير الجميل اللي صوته يعني فعلا سلاسل دهب.
يعني والله بص حضرتك، هو دلوقتي احمد العطار عمل ألبوم وخلاص نزلت اغنيتين دلوقتي ما شاء لسه الله. نازلين طب حلو. من طب شهر تقريبا. ليه بيختفي وقت طويل كده يا استاذه؟ يعني هو كان عارف بيحاول يفهم بس ايه اللي بيحصل في السوق، لانه السوق كان فيه تخبطات كتيره، واللي بيحصل يمكن هو عنده تعليقات كده خاصه بيه، وهو عايز الفن يبقى له شكل كده، يبقى ده موجود وده موجود. بس بقى ان شاء الله نستضيفه في مره ونتكلم معاه. والله يا ريت يا ريت، او يا ريت تستضيفيه مره، هيبقى الموضوع اجمل كمان بكتير والله. وانا كمان يا استاذ عادل بعد اذن حضرتك. الاول انا بحييك يا استاذ عادل عمار بجد يعني حبيبي. على المهرجان اللي انت بتعمله اوسكار ايجيبت يعني. الله يخليك. وعايز برضو احيي المجموعه الجميله جدا 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 من الشباب اللي حضرتك بعتها لي، اديت لهم فرصه انهم يعملوا هذا الفيلم التسجيلي الجميل يعني. تمام. مجموعه شباب بصراحه يعني مستقبلهم ان شاء الله انا شايف انه هيبقى رائع يعني. سيناريست ومدير اضاءه ومخرج نور، ده مخرج جميل وهادي، شاب هادي كده، وبيشتغلوا باحترافيه محترمه جدا جدا جدا، ويعني مهتمين بشكل غير عادي بكل التفاصيل ما شاء الله يعني. ويعني اولا يعني بجد والله يعني الاستاذ عادل فاجئني انه عايز يعمل الدوره كلها باسمي انا. والله يعني انا بعد اذنك يا استاذ عادل، انا يعني من زمان واحنا كل الجيل بتاعنا سواء كان اعلاميين او مذيعين او فنانين او كده، دايما بنشوف حضرتك انه لازم تنور مهرجان، تكون واجهه مهمه، لانه في مجالك حضرتك بصمة، حضرتك يعني مشرف مصر في الوطن العربي كله، وليك يعني انا العدسة بتاعتك زي ما كنت بقول للاستاذ عادل، دلوقتي انت بتشوف الصورة دي بتعرف انها امضاء الاستاذ عادل مبارز. حسن حظي. وكل الفنانين ما فيش فنان فيك يا مصر ما قالش انه الاستاذ عادل مبارز ما طلعنيش احلى من ما انا يعني على الحقيقه كمان. ده حقيقي. سبحان الله ساحر والله، كانه يعني حلوه قوي بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بشكل اجمل واحلى ما اعرفش ازاي. لا هو عامل تاريخ بسم الله ما شاء الله عليه سبحان يعني. الله يعني موهبه فذه فعلا يعني. عشان كده انا فرحان وفخور، وده بيضيف للمهرجان عندي طبعا قيمه كبيره زي الاستاذ عادل مبارز انه يبقى موجود معايا في المهرجان. طبعا اهم المحطات، اهم الجرائد والمجلات والشخصيات العامه والفنانين والرؤساء يعني كانوا دايما ما بيرتاحوش غير لعدسه استاذ عادل مبارز. والنجوم طب كل يعني ده من حسن حظي والله جدا يعني. بس انا عايز اعرف حاجه يا استاذ عادل، ايه سر حب يعني لو على مستوى الشغل، فالشخص الناجح البارع لازم هيجيله شغل من النقمات الكبيره واللي فوق، بس ايه سر الحب والعلاقات القويه قوي اللي بتخرج بيها من اي عمل بتقدمه؟ ان انا بحب الناس قوي، انا بحب اللي قدامي قوي، فانت لما بتلاقي اي حد بيحبك بتحبيه، لازم تحبيه يعني، وبتحس بصدق مشاعر جميله يعني. انا ربنا خلاني في منطقه شعبيه بعرف احب الناس، يعني بعرف احب الناس بصدق والله يعني حتى اللي بحس ان هو لا ده بعيد خالص عن دماغي وتفكيري وكده ببعد عنه، بس ما بكرهوش، لكن انا بحب الناس. لا وانا اشهد لحضرتك بصراحه انك بتدي اهتمام للفنان السوبر والميجا ستار، نفس الاهتمام اللي بتديهوله بتديه برضو للفنانين والفنانات الشابات اللي لسه بيطلعوا في اول الطريق، ما بتفرقش وما بتقولش لا انا مش انا اللي هعمل ده بنفسي، انا هخلي لا يعني حضرتك الحقيقه يعني مجامل جدا وبتدي جدا في شغلك، وما بتفرقش ما بين نجم كبير وما بين حد لسه في بدايته يعني. يا استاذه ساره انا قدامي ما فيش حد صغير وما فيش حد كبير، انا بصور الانسان، والانسان هو انسان كبير جدا، هو انسان صغير جدا، هو انسان، فانا بصور هذه الروح الجميله اللي ربنا خلقها اللي انا حبيتها، يطلع بقى كبير قوي، يطلع صغير قوي، يطلع
مش فنان اصلا، يطلع انسان عادي خالص، هو الانسان اللي انا بصوره. لا، اصل هو الانسان اللي بيوصل لقمه النجاح زي حضرتك وبيبقى السكادول بتاعه مليان جدا جدا بناس مهمه، يعني بيختار دايما ايه الاهم والاكبر والانجح والمنور اكتر. لا حضرتك ما عندكش الحته دي بصراحه خالص. معناه اللي جه عندي في الوقت من الساعه كذا لساعه كذا ده ياخد احسن حاجه في الدنيا في هذا الوقت، فده حقه يعني. نورتنا والف الف الف مبروك، ويعني التكريم هيتشرف بحضرتك، مش كده يا استاذ عادل ولا ايه؟ طبعا طبعا، انا فخور ان القيمه الكبيره استاذ عادل مبارز عندي في المهرجان بتاعي. هتنور الدنيا يا استاذ وانا عادل. والله سعيد بوجودي مع حضرتك يا استاذ عادل عمار، ربنا يكرمك ويبارك لك وانت شخصيه بجد محبه ورائعه يعني. ربنا يخليك. يعني الله يكرمك. عايزين بقى نقعد مع حضرتك يا استاذ عادل بقى، يعني حضرتك الصندوق ايه السري يعني شخصيات مهمه جدا كانت موجوده ورحلت عنا، يعني قربت ليهم وعرفتهم عن قرب، ف يعني نقدر كده الحاجات اللي تقدر تحكيها لنا ده عايز حلقات، ما نبقاش يعني بنخترق خصوصيات حد، ولكن ايه تقرب لنا كده منهم ونتكلم عنك وعن مشوارك وبداياتك، برضو تاريخ يحترم لازم ننقله للاجيال. يا استاذه ساره انت بالذات يعني من الابناء الغاليين جدا جدا جدا، انت واحمد يعني، فانت انا بس تشاوري كده في اي لحظه تلاقيني قاعد قدامك. ربنا يخليك يا استاذ عادل، والف الف مبروك ونورتنا في الهاتف، وان شاء الله نشوفك قريبا كده على الهواء. الله اتشرف يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. العفو يا فندم. مشاهدينا كان معانا الفنان والمصور الفوتوغرافي الاستاذ عادل مبارز، الدوره ال 13 من مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي مهداه للسنه دي، او يعني هو نقول ايه هيد المهرجان. طيب كلمني بقى عن المهرجان، يعني ان شاء الله هتبداوا امتى وهيقعد كام يوم وايه الكونتنت؟ انا اهم حاجه عاوز اشير ليها ان المهرجان ما بينجحش بيا لوحدي طبعا. انا معايا فريق عمل متميز جدا، السيده نجلاء يعقوب مديره المهرجان، والاستاذه اشواق غانم مذيعه المهرجان معايا، زائد فريق التنظيم عندي بيبذلوا مجهود خرافي بصراحه عشان المهرجان يطلع في صوره متميزه. انا بقدم لهم الشكر وبقول لهم انا فخور ان انا معايا فريق عمل متميز، انما باذن الرحمن انا الدوره دي ان شاء الرحمن هيتم فيها توزيع الجوائز على المتسابقين وتكريم النخبه من النجوم ومن القوى الناعمه في المجتمع، واتمنى ان انا اكون مهرجاني بيضيف للشباب وبيضيف. انا الحمد لله المهرجان بتاعي على مدار ال 13 دوره كرم اكتر من 3000 شاب وشابه مجانا، زائد انه كرم مجموعه مش اقل من 250 فنان وفنانه في مصر، اللي هم بلاقي ان هم المهرجانات السينمائيه ما بتحتفيش بيهم. يعني انا في المهرجان بتاعي انا كرمت الدكتور عزت ابو عوف، عملت له دوره مهداه له، انا اشتغلت معاه سنتين في مهرجان القاهره السينمائي، وكنت بتخيل ان مهرجان القاهره السينمائي هو اللي لازم يحتفي بالدكتور عزت ابو عوف، فعملت دوره وجت حضرت الاستاذه سهير عبد القادر مديره المهرجان والاخوات، وطبعا الفنانه الجميله مها ابو عوف رحمه الله عليها، ويعني الحمد لله انا مهرجاني برضو كرمت الاستاذ حسن مصطفى، عملت دوره باسم الاستاذ نور الشريف والاستاذ محمود عبد العزيز وسعيد صالح ويونس شلبي، عملت الحمد لله محمود مرسي، عملت دورات كتيره الحمد لله، وتم تكريم مجموعه كبيره جدا من النجوم والقوى الناعمه. والله احنا بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في الدوره دي، وبعد ما تخلص باذن الله تكون موجود معانا نتكلم بقى عن شكل المهرجان خرج ازاي، وقدرتوا تحققوا كل اللي كان يعني بتتمنوه في الدوره دي ولا لا، والف مبروك مره ثانيه. اشكرك جدا 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 وسعيد بهذا اللقاء. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك، نورتنا. الله يخليك. مشاهدينا طبعا كان معانا مدير ومؤسس مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي الفنان عادل عمار. اتكلمنا عن المهرجان وان شاء الله السنه دي شكله هيكون عامل ازاي. هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه، استنونا لسه معانا ضيوف وفقرات ثانيه.